السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يعتبر أول مرة نبان على القناة أنا وأمل. دي أمل سلفتي، هي عندي النهارده هي وسلفي الكبير، ربنا يخليهم ليا دايما، هما اللي فاتحين عندي الباب على طول ويخشوا عليا كده، هما واخواتي ربنا يخليهم ليا. الله يخليك يا حبيبتي. فأمل محروجة لسه بقى أول مرة، أنا بعتبر بردك لسه مكسوفة عشان أول مرة بان على القناة بصراحة. ما يا حبيبتي ده سر. فالنهارده هوريكم الاجواء كده، ان احنا النهارده موجودين عملنا عيش بلحمه، وهوريكم بقى ممكن نروح اكتوبر النهارده باذن الله. هصور لكم في اكتوبر، هصور لكم الاجواء، وهوريكم يوم كده من يومنا اللي احنا طلعنا فيه، ويا رب يعجبكم. وعايزين بقى تعلوا القناه بتاعتنا كده، وان شاء الله يا رب القناه تعجبكم. ايه يا امل؟ حطوا لايك وسبسكرايب. لايك امل مكسوفه مش عارفه تتكلم اي حاجه. اشتركوا في القناه. قول لهم بقى اشتركوا في القناه لايك ويدوسوا لايك برضو، وربنا معانا. وربنا معانا. بس اعمله لكم صغير ليه كده يا سيد؟ مش عارف. بصوا، هو ابو محمد وابو حسن جوزي راحوا عملوا العيش باللحمه ده، احنا اللي عاملين الخلطه في البيت. هتاكلي صوابعك وراه يا سيدي بصوا بصوا. صغروا كده. بص يا امل عاملينه صغير ازاي. والله بص. محمد بس مش بص يا بصغره، جماعة. مش بصغره، بص. العيش بس مليان. هو طعمه حلو. هيبقى طعمه جميل ان شاء الله. احنا عاملين عيش بصدق وعيش بلحمه، احنا بنقوله عشان احنا اسكندرانيه بنقوله صدق عادي بس ده مش سجق. مش سجق. اتفضلوا معانا بقى. اتفضلوا معانا بقى، وهنقطع دلوقتي ونوريكم. اقطع لهم كده ابو محمد. طبعا يابا. ويا ألف جماعه هنا وشفا. الكاكولا دي اسمها بيج، مش المقاطعه، عشان ما حدش يتكلم ويقول انتوا حلو كده، والعزم 4. لا تمام يابا، كده حلو قوي. ربنا يخليك لينا عبوس. وريهم بقى الاخ الحشوه الكبير. سيد. بص مليان. بسم الله ما شاء الله. يلا بينا. ألف هنا وشفا عليكم كلكم. يلا بينا. وبكده احنا اتغدينا بقى خلاص، وبنغسل بقى المواعين بتاعه الغدا. طبعا زي ما انا قلت لكم اليوم دوت بيبقى جميل لما بنتجمع كده انا وسيلفي وسلفتي مع بعض، كنا احنا عندها ولا هي عندي هنا في البيت. بيبقى يوم جميل والله، وبنبقوا مقضيين مع بعض يومين او يوم حلو قوي كده. احنا بنغسل بقى المواعين. انا قلت اوريكم كده حته من تصبين الكوبايات والمواعين، علشان اللي ما امنتش بقى تغسل المواعين بتاعتها ومكسله وحاسه ان هي تقيله كده، لا قومي بلبطي كده في الميه، اغسلي كده وخدي حته يعني ما بيقولوا تشجيعه كده. يعني انا مسرعه طبعا الفيديو علشان هو مواعين مش كتير، لان انا كنت غاسله المواعين بتاعت اللي انا عامله بيها الاكل ومخلصه المطبخ بتاعي ومشطباه ومخليه الدنيا زي الفل كده. بقى انا بحب اصبن كده المواعين، يعني اغسلها كلها وبعد كده اشطف. يعني احب اصبن الكوبايات الاول اغسلها كلها وبعد كده اشطف، ونمسح بقى مطبخنا وحاجتنا. ولازم بقى نرتب حاجتنا اول باول، يعني عودي نفسك يكون عندك ضيف، يعني خلصي نفسك اول باول. عندك شويه مواعين يعني كوبايات، يعني اغسليهم واركنيهم على طول، يعني ما تسيبيش حاجه مطبخك تخش حد يخش عندك ولا كده يلاقي الدنيا مكركبه عندك. طبعا دول البنات اللي بتبقى لسه داخلين عرايس جداد، وبيبقوا الحاجات ديت مستصعبينها ومستصعبين غسيل المواعين والكلام دوت. طبعا يا رب بقى كده القناه ان شاء الله تعجبكم الروتينات ديت. فباذن الله هوريكم كده روتين، وباذن الله انا هحاول كده ان انا رايحه عند ماما، عايزه اديها كده اغير لها الاوضه اللي عندها وانضفها لها، يعني اديها تنظيفه حلوه كده وارتبها لها. فباذن الله ممكن بكره ان شاء الله باذن الله هروح هناك، همسك الاوضه بتاعتها اغير لها النظام واروق لها، وهوريكم كده باذن الله عند ماما وانا بروقها وبخلصها. هناخده كده تشجيع مع بعض، لاني لازم نشجع بعضينا. لازم كل واحده بقى كده تكون والدتها يعني في السن طبعا مش ما تقدرش تقوم تروق او تعمل، مع اني من نسوان خواتي يعني ربنا يخليهم مش سايبين ماما على طول، بيعملوا لهم بيروقوا لها وبيعملوا لها. بس انا بردك لازم تروحي تعملي حاجه، تروقي تعدلي، لازم تراضي والدتك ولازم تساعديها في حاجه، علشان بردك مهما كان حد بيعمل ايدك بردك انت لما تكون بتعملي لها بتساعدي لها، بتبصي على مامتك بتساعديها، لازم تراضيها باي حاجه.
حتى لما لو ما عملتيش بتروحي تبصي عليها، بتقعدي معاها، لان دول البركه بتاعتنا، دول الام والاب، دول ربنا يخليهم دايما في حياتهم. والوالدها متوفي زي حالتي كده، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعله من اهل الجنه يا رب. كده بقى انا شطبت المطبخ خلاص وغسلت المواعين، هصبن بقى الحوض بتاعي كده. لازم بصي كل ما تكوني بتعملي ايدك على طول في الحاجه هتلاقي بيتك دايما نضيف وحاجتك نضيفه وحاجتك محافظه عليها وطبعا بقى احنا لسه بنبدا يعني نعمل القناه جديده، فانا مش عارفه اتكلم واقول ايه. انا لسه مش متعوده ان انا اعمل روتين او متعوده ان انا اطلع حاجتي يعني وانا بعمل وانا كده، فحاجه جديده عليا لسه مش متعوده يعني. هنا بقى انا بحضر الشاي بعمله عشان سلفتي هي اللي بتحب بقى نشربه كوبايه الشاي من ايدها دايما. بصوا بقى خدوا يا امل احلى كوبايه شاي من ايد ام محمد ام الزوز، وبصوا هتشربوا منها كوبايه شاي ما بنعرفوش نشربه بعدها. هجيب لك البراد واجيب بس كتر السكر. يلا يلا ابو محمد براد اهو. ام حسن صوري بقى مرات عمك وهي بتعمل شويه الشاي الحلوين دول. شاي بقى ايه؟ لا بالقرص ولا بالنعناع؟ انا عارفه مرات عمي بتعمل حبه شاي. كم معلقه بتحط؟ لا ده كده بقى ما سر المهنه بقى. طب عرفينا طيب. ما حسب البراد بقى، حسب البراد اللي قدامها. طب ما تعملي لنا بالقرنفل ولا بالنعناع؟ ايوه واكتبوا كومنت حلو. دي جانا بنت السيد يا جماعه اللي بتتكلم هي وساندي بنتي. طب اعملي لنا يعني حطيتي في مقام 4 كوبايات 4 قصدي معالق كده في حدود 4 معالق. طبعا البراد الكبير ده. لا بس كوبايه شاي بنج، اللي عايز يعمل عمليه وما ياخدش بنج ياخد بالشاي بتاع ابو محمد. دلوقتي بقى هتشوف كده بقى هي بتسيبه شويه يهدى وبعد كده ايه تيجي تصبلنا كوبايه الشاي. انا طبعا مش راضيه اقفل القناه الكاميرا دلوقتي لحد ما تشوفوا بقى ايه كوبايه الشاي تمام ازاي. بصوا استنوا عشان يتقلب منها حبه بره، لازم اول بق براد كده. يا عيني اديني صب كمان. ابو السيد بيغني لها ابو محمد قصدي. شم الريحه؟ لا تصدق الشاي المغلي ليه ريحه سبحان الله، بيبقى عن اللي هو الكشري ده. عن الكشري ليه طبعا. ريحه. بقى احسدوها لي. لا احنا بنحب نشرب شاي من ام محمد قوي والله. مالكمش دعوه طبعا، دي اول مره توسخ يا ملتبكه كده. اول مره توسخ الصينيه كده. البراد بقى هو اللي انا احيانا البراد صحيح. كده احنا نزلنا بقى رحنا اكتوبر. احنا بنحب نجيب بصراحه لب من المقله دي. قلت اصور لكم كده لقطات لاني انا لسه مش عارفه، بتحرج ان انا اصور يعني في الشارع وانا ماشيه وكده، فبدات اصور لكم كده بوريكم كده. احنا في اول شارع اكتوبر. دخلنا هنا كده او خلاص قربنا بقى، ركبنا تونية وقلنا ننزل بقى ايه على الشاطئ على طول. هنا بقى البياعين بصراحه جميله، يعني في شويه حاجات اللي بيبيعوها تحفه جميله. هنا ابو حسن بيدي الردينه هتشتري حاجات. طبعا احنا نازلين اكلنا اتغدينا وشربنا شاينا وشربنا الحاجه الساعه بتاعتنا، فطبعا احنا مليانين يعني. قلنا نقزقزوا لب ونتمشوا بس كده ونشوفوا بس ايه الاجواء. هنا احنا قعدنا بقى وقفنا على الشاطئ. هنا كنا دخلنا بقى ووقفنا على الشاطئ، فبوريكم يعني الصور بقى شويه حاجات. يعني هي كان زحمه جدا، كان زحمه موت. هنا رودي بقى كانت بتلعب، دخلت تلعب شويه العاب كده هنا يعني للاطفال عاملينها على الشواطئ هنا، حلوه حاجات جميله يعني. وبكده الفيديو بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.